في كل يوم. بابا يا بابا يا بابا يا بابا. اولالا 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 اولالا. اللي يوزع. نجم المنتخب المصري الأول بلا منازع إبراهيم عادل صاحب الفرحة اليوم وثنائية تاريخية في مرمى إسبانيا. إبراهيم ألف مبروك، ثنائية تاريخية، قائد للمنتخب. يعني كيف كان هذا اليوم؟ عشت اليوم النهارده ازاي؟ اول حاجه طبعا الحمد لله بحمد ربنا، وده اهم شيء طبعا. لولا توفيق ربنا ما كانش كل ده حصل. بنشكر الجمهور المصري دايما في ظهرنا، والله شكرا بجد. ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. احنا ما عملناش حاجه، منتخب اسبانيا منتخب كبير، بس احنا لازم نثق في نفسنا ونعرف ان احنا برضو احنا منتخب مصر، احنا مش قليلين. وانا اتكلمت معاك قبل كده قلت لك ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه، ومش بعيده والله، نقدر باذن الله نحقق ميداليه. واتمنى بس من ربنا يفضل معانا التوفيق، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. انا عارف ان انت ما بتحبش تتكلم عن نفسك، بس غصب عننا لازم نتكلم عنك. معلش، جولين النهارده ضد اسبانيا، يعني حاجه مش سهله. يعني انت في الماتش النهارده كان ازاي؟ يعني كان تحضيرك ليه ازاي؟ كنت داخله ازاي؟ خصوصا ان احنا اول ماتشين يعني كنا هجوميا مش قد كده يعني. والله بص، واحنا كنا بنحاول، يعني ده اهم حاجه ان احنا بنحاول، والحمد لله ان ربنا في الاخر كل تعبنا. طبعا بشكر والدتي ووالدي واخواتي كلهم وخطيبتي طبعا، الحمد لله لولاهم طبعا ما كنتش انا ظهرت بالمستوى ده. الحمد لله بشكر ربنا تاني على المكسب، اهم شيء بعيدا عن الجونين. احنا كلنا تعبنا، فعشان كده ربنا كافئنا. انا ما جبتش الجونين لوحدي، لولا زمايلي ما كنتش حققت الجونين دول. اتمنى من ربنا نفضل كده ونحقق حاجه لمصر، عشان مصر بجد كبيره وتستاهل حاجه حلوه ان شاء الله. واحنا اول مجموعه، اخر حاجه واسيبك تمشي، اول مجموعه رايحين مارسيليا، سفر مدينه جديده، وهنلاعب فريق لسه مش عارفين هو مين. حاسس ان الميداليه المره دي قريبه، وانت كنت موجود في طوكيو وكنت اصغر لاعب وقتها في البعثه. حاسس ان في باريس الوضع يعني نتفائل شويه زياده ولا بلاش؟ لا نتفائل ونثق طبعا في ربنا ان احنا نقدر نعمل حاجه والله ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله جدا يا ابراهيم.